المقدم بركة بن محمد بن فرج بالحتيش بالقصير التميمي. هو أحد زعامات بني ظنة، وقبيلة بني تميم، ومقدم آل قصير، وهو والد المقدم غالب بن برك بن محمد بحتيش بالقصير التميمي، وولد في منطقة خباية عند أخواله آل دحدح، وترعرع بمنطقة ديار آل قصير في وادي بيت جبير الواقع جنوب شرقي مدينة تريم. وورد ذكره في كتاب حضرموت شذور من مناجم الأحقاف للمؤرخ عبد الله الناخبي كأحد زعامات بني ظنة، والرجل الثاني بعد الشيخ العبد بن علي بن يمني طايلة بني تميم وقبائل بني ظنة، كما اشتهر بشجاعته وحكمته ورجاحة عقله، وكان مرجعا في العرف والسالف والتحكيم والإصلاح بين الناس، وله قصة شهيرة في اصطياده نمرا عربيا بيديه المجردتين في وادي المسيلة، وتوفي